طفلة في عمرها 5 سنين 6 سنين مريضة بالسرطان، الطفل يزيد بالسرطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، شفى الله الجميع. كيف نفرق أن السرطان إصابة روحية أو عضوية؟ سبق وتكلمت عليها، وطلبوا مني المتابعين أني نعود هذا الفيديو، لأن الأمر والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أصبح يعني حالات كثيرة تأتيني تاع سرطان، والله يندى لها الجبين غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي يشفي الجميع. يعني ولاو سرطانات بأنواعها، وحالات يوميا تأتيني، والله حتى أنا راني داهش في الأمر هذا. يعني تطور بصفة رهيبة، ولات إصابات تاعو بكثرة. يعني طفل صغير، بكري كنا نشوفوا كبار صغير متوسط كبير، يعني جميع الأعمار وجميع الفئات، يعني بدون استثناء. طفلة في عمرها 5 سنين 6 سنين مريضة بالسرطان، الطفل يزيد بالسرطان. لا حول ولا قوة إلا بالله، شفى الله الجميع وعجل لهم بالشفاء والرحمة يا رب. ادعوا معنا يا خوتي أصحاب السرطان، ربي يشفيهم الله، إنه عذاب ما بعده عذاب، مع أنه في ميزان حسناتهم ويعتبروا من الشهداء بإذن الله. المهم إخوتي، وش حبيت نقول؟ إذا شفتوا هذا المرض تاع السرطان ابدأ في الإنسان، وبداه بالتدريج. يعني كي يبدا في المراحل الأولى بان، وراح الشغل للطبيب وقالوا المرض هذا واكتشفوه، وبداو في العلاج نتاعو، بدا يطور بالعقل. هنا يكون سببه عضوي. ولكن إذا وجدت هذا السرطان تمشى في الجسد كله وأكل الجسد كله، به فقلوا هذا الإنسان، به راح للطبيب، اعرف أنه سببه روحي. هنا يعالج الروحي اللي هو الأصل، ويعالج الفرعي اللي هو تاع الطبيب. يعني الإنسان اللي يقول لك حبس من عند الطبيب وحبس بكذا وتبع غير رقية، فإنه لا يفقه شيئا في المجال. هنا نعالجه عند الطبيب ونعالجه عند الرقي، لا نستهين لا بالرقي ولا بالطبيب، لأن أصل العلة هي سحر السرطان وسحر التمريض. فهمتوا إخواتي؟ هنا بتفرقوا بين المرض العضوي والمرض الروحي في السرطان. والحمد لله ولله الحمد، منا عالجت عدة حالات ولله الحمد بزاف اللي عالجناهم، ولكن ما نبغوش نصوروا الناس وما نبغوش نديروا الفيديو، لأن يعتبرها لله، وراهم يجوا عندي هنا، واللي عالج عندي وصاب نتيجة ماذا بينا يتكلم ويكومونتي. ولله الحمد منا، هذا فضل الله، احنا سبب فقط، وما الراقي إلا سبب. هذا إخوتي، مع تحيات شيخ الراقي والمعالج الباحث أبو تقي الله الجزائري.